السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ راكم ملاح؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم كما راكي تشوفي اختي جبت لك هذو لي ميني تارتولات بالسيترون ولا بالقارص. جبتهم لك كما يقولوا بنان طريين ناجحين 100%. هذيك العجينه تجي هشه، تجي مقرمشه لذيذه. المهم خياتي شوفوا، يعني وصفه كامله مكمله. المهم كما راكم تشوفوا هنايا، شفتوا ذيك العجينه وذيك الكريمه، الله يبارك، سهله طيبيها في دارك، تقدري ديري منها مشروع في رمضان ولا في اي وقت. كما راكي تشوفي هنايا لي فون دو تارت، شوفي الله يبارك هذيك العجينه ناجحه 100%. يعني ديريها وما تخميش. وخياتي حبيت نسقسيكم واحد السؤال وجاوبوني في التعليقات. اسكو نتوما كيما انايا كي طيبوا حاجه تبحثوا الجاره، ولا غير انا وحدي عندي هذا الدوده، ولا هي تاني كتبعت لي؟ الصراحه نتبادلوا بيناتنا. المهم باش نبداو الوصفه، وقبلنا نبداو كالعاده والعوايد نصلوا على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنايا عندي المقادير، عندي 500 غرام تاع فرينه، 250 غرام تاع زبده، عندي 2 حبات بيض، وعندي 200 غرام تاع السكر، يعني 200 غرام سكر، 250 غرام تاع زبده ولا مرغرين، وعندي 500 غرام تاع الفرينه وقرصه ملح بيان سور، وزيست دو سيترون يعني الزيت تاع القارص. هنايا انا كنت راح ندير غير 125 غرام زبده مع 250 غرام فرينه، وكما قلت لكم باش نبعث للجاره كان لازم عليا ندوبلي المقادير. هنايا اول حاجه درتها هي كما يقولوا حكيت مليح مليح بيديا هذيك الفرينه مع الزبده اللي قطعتها مرسوات صغار، حكيتها مليح مليح بيدي حتى انكم تشوفوا فيها جات. كي ترفديها هكا تحسيها مرمله. زدت هذوك 2 حبات بيض مع القرصه تاع الملح مع السكر، وخلطتهم مليح حتى نتحصل على عجينه كما راكي تشوفي، عجينه طريه وتجي كشغل مكسره، كي تواسيها بيدك هكا تتكسر، ماشي تجي ملمه، تجي مكسره. المهم اختي هنايا اذا درتي البيض وحسيتي العجينه تاعك ما تلمتلكش مليح، تقدري تزيدي مغرف ولا 2 تاع ما تكثريش، زيدي غير بالمغرف برك، هذا ما كان تلملك. عرفي العجينه تاعك راهي هايله، وما تخافيش كي تزيدي لها الماء، ما راح يصرى لها والو، تبقى هي. انا جبت ساشي كونجيلاسيون، درت فيها هذوك العجينه، ديرها في فريجيدير باش تزيد تشد روحك. تعرفوا الزبده كي تخدموها تجي متلوخه، كي ديريها في فريجيدير في الصيف ديريها اكثر من ساعه، وكيف الشتاء هكا والبروده نص ساعه تكفيك بحيث ما تشد روحها. المهم هنايا جبت انا ليمون، هذا الصغار، انا ما عنديش الكبير، والصغار تخرج عليا خير من الكبير. المهم شوفوا، لا عندكم هذا الليمون ولا لقيتوهم في السوق غير شروهم. هايلين، ما يلصقولكم العجينه وما يتصداو ما والو، يعني نوعيه هايله. هنايا كما راكي تشوفي عمرت كامل هذوك الليمون تاوعي، والله غير يعني العجينه ما شاء الله ناجحه 100%. ديريها ما تخافيش كامل، ما ديري لها لا لوبيا ما ديري لها حمص، كيما ديريها في ليمون تاوعك تدخليها طيب تخرج هي شاده روحها، يعني تنمو العجينه مضمونه وناجحه 100%. ما تخافيش كامل كي ديريها في الفور تاعك، ديريها على 180 درجه، طيبيها تخرج حمراء الله الله كيما شفتي. انا خليتهم يبردوا ورحت نوجد لا كريم او سيترون تاعي. هنايا كان جبت كاس تاع عصير القارص، زدت له شويه ماء باسكو انا ما يحبوهاش قارصه بزاف، لازم نزيد لها الماء، وانتم لا تحبوها قارصه بزاف ما تزيدوا لهاش الماء. جبت كاس تاع السكر، زيت تاع السيترون، 2 حبات بيض، و2 مغارف تاع مايزينا، ما يكونوش بومبي معمرين بزاف وما يكونوش ممسوحين. هنايا كيما راكي تشوفي حطيتهم فوق النار كامل وراني نحرك، ما تروحيش عزيزتي وتخلي الاخر تاعك، لازم بالفوي تبقاي تخلطي حتى تشوفي الاخر تاعك شد روحو يعني عقد فيه. هذيك طفي الفرن تاعك
تجيبي مغرف كبير تاع مارغرين ولا تاع زبدة يكون أفضل، وتخلطيها تانيك مع هذاك مع الآخر مع الخليط الأول. تجيبي هنايا بول يكون واسع، ديري فيه هذيك الكريمة تاعك تاع القارص اللي هي ناجحة 100% وبنينة. ديريها في الفريجيدير تبرد، كي تبرد تجبديها تضربيها بالباتور وعمري لي فوند دو تارت تاوعك وشبحيهم كيما تحبي نتيا. واش عندك؟ انا كانت عندي حبه كيوي وحبه قارص كيما يقولوا درتها شرائح وقسمتها على 4، وكيما راكم تشوفوا المنظر تاعها يشهي، ناجحه 100%، بنينه طريه ما شاء الله. ديريها وما تخافيش خياتي. ما تنساوش الاشتراك والجام والبارتاج إذا عجبتكم الوصفة، ونقولكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبارتاجيوا لي هذا الوصفة وسيوها. سلام.